مباراة تتنقل لحضراتكم على شاشات التلفزيون. الاهلي والمقاولين العرب، ومباراة كبيرة وحوالي دقيقة من بداية الشوط الاول. وبيمثل النادي الاهلي النهارده صاحب الملعب احمد شوبير حراسة المرمى، محمود ابو الدهب ليبرو. وتشوف الهجمة دي النادي الاهلي، ياسر ريان وعايز يرقص ومعاه هيثم حسين ويلعب كرة بالعرض عالية ويطلع احمد صابر ياخدها. بطولات افريقيا دوري وكاس، نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. مبارياتهم في دور الثمانية هتبقى الشهر القادم. وتلعب كرة حلوة طويلة يلم وليد صلاح الدين، ماشي وليد ماشي وليد وهوبا حلوة عملها حلوة ولسه ما خرجتش وبره. يا حسام عمل عليها مجهود كبير قوي. ولد ابراهيم عمل عليها مجهود كبير جدا، هنشوفها تاني اهو. لكن قشرها حلوة قوي ياسر لهادي خشبة، ويلحقها بمجهود كبير جدا ابراهيم، وعملها حلوة وخش يلعبها بالهيد، لكن الكرة تطلع بره وتبقى ضربة مفتوح شوية. لسه كده بتبقى حساسية المباريات الرسمية مش مظبوطة، وهوبا وبره وشايطها بره برده مع هولمان، الاثنين المان. هجمة مرتدة النادي الاهلي وبيلعبها حلوة وليد لياسر ريان والانطلاقات بتاعته. ياسر ريان ويخش في المنطقة الخطرة ويلعبها بالعرض وبره ضربة ركنية يقطع بيها حلوة قوي ياسر ريان، لكن كان معاه مغطي ناصر تليس ومحمود العارف، ويخش يغطي ويطلع الكوره ضربه ركنيه. كاس في النادي الاهلي يلعب كوره طويله عند حسام اللي بيلعبها باليد عاليه، وعبد الستار صبري، ياسر ريان، اسامه عرابي، ياسر ريان وياسر، ومعاه هيثم حسين، لكن بيعدي وعايز يعمل 1 2 ويغيرها، ورضا عبد العال حلوه يا ولد يا حسام، لعبها حلوه قوي. كل اللي في الملعب افتكر هيعمل 1 2 مع ياسر ريان اللي جاي من ورا، بيغير اتجاهه ويديها رضا عبد العال. حسام حسن هنشوفها تاني، شوفوا عمل ازاي. هيلعب ال1 2 هو مع حسام، كله هيفتكر انه يلعبها معاه، لكن هو بيغير اتجاهه ويلعبها رضا عبد العال اللي شوطها فوق، لكن من الموسم الماضي. محمد يوسف، ياسر ريان، ويسلمها لحسام، تملي بيدي ظهره للجون هو، وبيسلم اللعيبه اللي جايه من الوش، وبيلعبه هو كده نقطه ارتكاز، وكره بالعرض لابراهيم، وبيلعبها بالعرض ولحسام وشوطه وتيجي لسعد عبد الباقي وتبقى ضربه ركنيه. اخطر لعبه اتلعبت لنادي الاهلي، لعبه حلوه قوي ابراهيم لوليد صلاح، ويخش. هنشوف هل بيلعبوا زي السنه اللي فاتت ولا بيغيروا. واتلعبت الكوره واحمد صبري يطلع وتقع من ايده ويلعبها ابراهيم حسن، لكن بيطلع من بره سعد عبد الباقي بره، وتبقى رميه تماس. ويلعب كوره بيغير اللعب حلوه ناحيه اليمين لمصطفى صادق، ولسه الكوره معاه، وبيشوط شوطه جامده على شمال يصلحها حلوه لابراهيم، وابراهيم تاني لوليد، وبياخد له مكان لقدام، ووليد وغير اتجاهه ويلعبها حلوه يا ولد، لعبها حلوه قوي وابراهيم فاضي ويلعب الكوره بالعرض وقلشه، واحمد صبري على طول معاه حسام، ومدي فاول على حسام اسم طبعا لاعب فرنسا كبير قوي نفس الاسم. وماشي ياسر وشوطه وعلى شمال احمد صابر بره، ضربه مرمى للمقاولين العرب. حسام حسن وماشي حسام، وبيعدي من محمود العارف، وبيلعبها تاني بالعرض لوليد صلاح، وماشي وليد ومع سعد عبد الباقي رجعها تاني ورا لهادي خشبه لحسام، وحسام بيلعبها لوليد صلاح الدين. 3-4 نقلات حلوه اهلاويه، وماشي وبيدي ركله جزاء عبد الستار صبري، بيدي ركله جزاء لنادي الاهلي. وليد صلاح يستفيد من مهارته، وزي ما بنقول تملي اللعيب الذكي جوه ال 18 برأس. هنشوفها تاني وقدام حضراتكم باينه اهي. شوف المهاره العاليه دي، على فكره مدربين بيقولوا كده للعيبه اللي بترقص كويس قوي جوه ال 18، خش جوه ال 18 وحاول ترقص. تاني اهو وليد ومعاه ناصر وبيلم وركله جزاء لنادي الاهلي، واعتقد داخل لها هادي خشبه. واول برضه ركله جزاء على ملعب استاد القاهره موسم 96-97. لسه في مشاكل فيها دلوقتي، مش عارفين اول ركله جزاء ولا في حاجه قبل كده. وهادي خشبه واحمد صابر، وعبد الستار علي، وهادي خشبه
91 هذه خشبه. مش قادرين نعرف في انهي دقيقه بالظبط، لان زي ما حضراتكم عارفين كان الوقت متوقف والمقاط الوحيد هو الكابتن عبد الستار علي، لكن انا بعتقد يمكن في اخر دقيقه من زمن الشوط الاول هذه خشبه ويجيب الجون الاول لنادي الاهلي في اخر دقيقه في زمن الشوط الاول. لكن وليد صلاح استغل مهارته وشوفها تاني، هو لعبها حلوه قوي هادي على الارض على يمين احمد صلاح. وماشي عبد الستار وماشي عبد الستار وماشي عبد الستار ولسه الكرة معاه وبيسلمها لتيجانا ويخش ويمد فاول عبد الستار علي لنادي المقاولين. تقدم نادي الاهلي انذار تاني لعلي عاشور، انذار لعلي عاشور، ولازم يحاسبوا قوي على حكايه الانذارات دي، تفرق كتير قوي. ونشوف مدي ايه، نشوف مدي ايه. مدي اعتقد هل مدي كارت احمر ولا كارت اصفر؟ هنشوف دلوقتي مدي ايه. علي عاشور، علي عاشور، ولازم يعني انا بحمل المدربين تملي ومدير الكوره في كل فرقه، وفعلا خد كارت احمر. هو برضو اول كارت احمر، اعتقد ان هو مدي كارت احمر، ان هو اداله الاول انذار وبعدين اداله كارت احمر. وبحمل تملي انا المسؤولين ان هم لازم يركزوا جدا جدا مع اللعيبه، ان مفيش لعيب ابدا يخرج عن اعصابه. ولما يبقى في انذار مثلا من لعبه غير متعمده مفيش مشكله فيها، لكن لما يبقى عن تعمد بتبقى فيها بتعمل مشاكل لفرقته. ويخرج علي عاشور بعد ما خد الكارت الاحمر ايضا في نهايه الشوط الاول، ويخسر نادي المقاولين لاعب ولاعب كويس اللي هو علي عاشور. لكن تملي بنقول مهم جدا ان اللاعب يمسك اعصابه ويبقى هادي جدا في الملعب، ودي ميزه قوي للاعب. مصطفى صادق بيلعبها لتيجانا اللي بيلم كرة لكن بيطلعها على طول بره اوت نادي المقاولين، ويبدو انها تبقى بدايه حازمه للحكام مع الفرق، عشان كده يبقى انذار لكل اللاعبين. وبيلعبها زيزو، جول 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 التعادل لنادي المقاولين، جول التعادل لنادي المقاولين محمد عوده. محمد عوده جول التعادل في الدقيقه الاخيره من ايضا زمن الشوط. محمد عوده يجيب جول التعادل لنادي المقاولين، لعيب كويس زي ما بقول لحضرتك، عمل فولو ورا الكوره الفاول اللي لعبه زيزو اهو، كانت في رجل رضا عبد العال وتطول، وكان عامل معاها متابعه ويحط رجله فيها ويجيبها جول التعادل لنادي المقاولين 1-1 في دقيقه واحده. جونين يعني عرابي وبيحاول يعمل الطاحونه من اليمين للشمال، بينقل الكره على كذا نقله. اسامه عرابي، رضا عبد العال، رضا رضا رضا، وتكتل دفاعي للمقاولين وعايز يشوط شوطه حلوه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وصد احلى احمد صاد، كله متكتل في الدفاع وبيكاسكس ورا. راح رضا عبد العال طلع وظيفه ارض وهيشوطها صاروخ صاروخ. لكن مين قال له شوط؟ على فكره مدافعين المقاولين قالوا له شوط، ان كله بيرجع محمد ويلعب كره طويله لحسام حسن، وماشي حسام لكن يخش ياخدها من قدام احمد سعيد لهيثم حسين، وهيثم بيسلمها لعبد الستار صبري لكن يخش يقطعها محمود ابو دهب وعايز يشوط شوطه جامده. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، صاروخ لمها حلوه قوي قوي وصلح الكوره وقالت له شوطني اهي. شوف اللمه دي، قالت له شوطني اهي، اديته الوضع على طول اهو، شاط قنبله ياردتين ثلاثه، لكن يخش على طول يقطع بشير حنفي لاسامه عرابي لرضا عبد العال، وماشي رضا بيلعبها ليه لما شوط محمد يوسف حلو على يمين احمد صاد، عملها له حسام ويخش تاني اهو. شوف اتلعبت الكره طويله من عند رضا لحسام، وحسام بيديها لمحمد يوسف اللي بيصلح، وشوف قنبله ارض برضه اهو على يمين يوسف. ماشي محمد ويلعب كره طويله عند يلمها حلوه مجدي طلبه، وماشي مجدي ويلعب كره بالعرض عاليه عند ابراهيم، ويخش ابراهيم ولكن بيطلعها من قدامه محمد عوده. لعبها حلوه قوي مجدي طلبه. الكرات بتاعته اللي بالعرض دي تبقى خطره جدا جدا وبعيده عن ايد احمد صابر، ما خلوش يخرج من مرماه وتروح لابراهيم حسن، لكن كان مغطي كويس قوي محمد عوده الظهير الايسر اللي انا بعتبره النهارده نجم من نجوم فريق المقاولين. وتبقى ضربه ركنيه النادي الاهلي هيلعبها مجدي طلبه برضه، الكور اللي هو بيلعبها برجله الشمال عشان تعمل الباو اللفه مجدي، وبيلعبها قصيره ويلم محمد يوسف وعاليه
وجوه جول حسام حسن. لكن مجدي طلبه هو اللي عمل الجول ده. مجدي طلبه، لكن طالع حسام ويجيب جول جميل جدا جدا جدا. اتعملت حلوه. اتنقلت 3 نقلات جميله جدا اهي، نشوفها تاني اهو. مجدي بيلعبها حلوه قوي ومحمد يوسف يلمها حلوه قوي محمد يوسف، ويلعبها واو عاليه ويطلع لها على طول حسام، ويلعبها باليد جوه جول. الجون الثاني لنادي الاهلي في الدقيقه 39 حسام حسن. لكن اللي عاملها حقيقه كده مجدي طلبه، بيعمل الاوفر من الضربه الركنيه جميل جدا، ورايح اللي هو فعلا 2 لعيبه بقى كبار ومخضرمين وعارفين، ورايح بيقول له شكرا على الاوفر اللي هو عمله. وبيعمله كويس قوي مجدي طلبه، بيبقى فيها لولبه كده، وبيستناها تملي واحد على الشاشه القريبه. تملي دي لعبه لنادي الاهلي بيلعبها على طول من الموسم الماضي، بيلعبها فعلا محمد يوسف حلو قوي عشان يخش يلعب كوره عاليه طويله ويرجعها بالهيد ورا احمد نخله لاحمد شوقي. وصفر الحكم الدولي عبد الستار علي عشان ينهي هذا اللقاء بين الاهلي والمقاولين، وتنتهي المباراه بفوز نادي الاهلي 2-1. احرز هدفي نادي الاهلي